احنا دلوقتي في سلسله الاستعداد للتفاوض، وقلت ان في 4 حاجات في الفيديوهات اللي فاتت. قلت اول حاجه تعرف نقط قوتك وضعفك اللي هو السوات اناليسيس، وقلت تاني حاجه تفهم النيد بتاعه الكاستمر اللي قدامك وتقسمها كده، هي برايمري، ايه البرايمري نيدز اللي عنده، ايه السكندري نيد، وايه البيرسونال نيد. والبيرسونال نيد افكركم ان انا اتكلمت عن حاجه اسمها ماسلو، ارجع لها، مهمه جدا في البيزنس كله لازم تعرف. النهارده بقى انا عايزك في ايه؟ النهارده انا عايز اقول لك على النقطه الثالثه المهمه جدا. انت رايح تتفاوض مع كاستمر او مع شركه، طيب ايه هدفك من التفاوض؟ ان انت رايح التفاوض من غير هدف يفضل احسن ان انت ما تروحش، ده نصيحه ليك. طب ازاي احط هدف اصلا للتفاوض؟ بص يا شباب، ما ينفعش التفاوض يبقى مبني على نقطه يا لا، انت كده رايح معركه وراح تخسرها. التفاوض لازم تحط فيه هدف اللي هو بنسميه MDO Most Desired Outcome، يعني اعلى حاجه انت عايزها من التفاوض. فدي النقطه اللي اقصى حاجه انت ممكن تطلع بيها كسبان من التفاوض ده. النقطه الثانيه هي الليست اكسبتد، اقل حاجه انت عايزها من التفاوض ايه. على سبيل المثال، اعلى حاجه انا عايزها من التفاوض ان انا ادي الكاستمر بديسكاونت 30% مثلا، واقل حاجه ممكن انزل عنها اوصل لها 40%. يبقى انت عندك رينج التفاوض دلوقتي من 30 ل 40. وبمناسبه الناس اللي بتاخد الاكزامبلز غلط، الاكزامبلز كلها لتقريب الفكره ليك مش اكتر، لكن 30 دي ممكن تكون عباره عن 25 ديسكاونت، 5% بونص، وبوسه للعميل. يعني انت بتحط مش رقم، بتحط اكتر حاجه انت عايزها من التفاوض. ونفس الكلام بالنسبه للليست اكسبتد، فوسع مخك معايا عشان تستوعب الموضوع اسرع يعني. والذكاء بقى ان انت تتوقعها من الطرف الثاني، يعني وانت داخل تفاوض بناء على المعلومات اللي انت جمعتها والداتا كولكشن اللي عملته، حاول تتوقع هو اكتر حاجه عايزها من الديل ده ايه، واقل حاجه عايزها ايه. وهنا هيجي لك شويه احتمالات، احتمال تتقابلوا عند نقط او رينج معين، ودي تبقى حاجه كويسه جدا. المنطقه دي بنسميها زوبه، زون اوف بوسيبل اجريمنت، اللي هي المنطقه اللي هيحصل فيها التفاوض. زوبه بقى دي ممكن تبقى موجوده، يعني ممكن انا عايز ابيع من 30 ل 40%، والعميل سي مثلا عايز من 20 ل 35، فاحنا نتقابل عند ال 30 ل 35. دي اسمها منطقه الزوبه. واحتمال زوبه ما تكونش موجوده، في زوبه في تفاوض، ما فيش زوبه التفاوض بقى صعب جدا جدا، ولازم بقى اساليب ان انت تكمبرومايز وتتنازل اكتر انت او هو عشان توصلوا لنقطه مشتركه. يبقى احنا كل اللي عملناه ان احنا حطينا اعلى حاجه عايزينها من التفاوض واقل حاجه عايزينها من التفاوض، وبالنسبه للعميل حطينا له اعلى نقطه عايزها واقل نقطه عايزها. هنتوقع منطقه كده اسمها زوبه، بس خلي بالك وانت بتعمل ده، لانك انت النقط اللي عندك بالنسبه لك انت حقيقه متاكد منها مليون المية، لكن بالنسبه للكاستمر مجرد توقع، انت ما تعرفش. انت بناء على الداتا اللي عندك بتقول الراجل ده هياخد في الرينج ما بين ال 30 وما بين ال 35، ده مجرد توقع من عندك. على قد قدرتك على التوقع المظبوط على قد ما كان نجاحك في التفاوض هيبقى اقوى، لان منطقه الزوبه بالنسبه لك هتبقى اوضح. ده بالنسبه لنقطه ازاي اصلا تحط هدف في التفاوض. النقطه الرابعه بقى والمهمه جدا، انت العميل اللي انت رايح له ده في بارتنرشيب، في علاقه قويه، لان وجود علاقه مع هدف بيخليك تحدد الاستراتيجي بتاعتك في التفاوض عامله ازاي. فانت رايح تتفاوض مع واحد اول مره تشوفه، مفيش بينك وبينه علاقه، ومفيش حجم بيزنس كبير جاي، وهي وان تايم سيل، يعني انت هتبيع مره واحده مش هنتقابل تاني. ممكن تاخد الستايل اللي هو الكومبيتنج ستايل. في فيديو اتكلمت عنه اسمه نيجوشيشن ماتريكس، بيعرفك ال5 انواع او ال5 اساليب من التفاوض دول، تقدر ترجع لهم. بس انا برضو هراجعه معاك بسرعه كده تاني. انت عندك 5 انواع او 5 اساليب للتفاوض، يا تدخل تكمبيت يعني تنافس، وده في حاله ان ما يكونش العلاقه قويه ولا في بارتنرشيب ولا بيزنس جاي في المستقبل، بس في تاسك بالنسبه لك مهم جدا لازم يخلص وانت عايز توصل، فما فيش مجال غير ان انا انافس. النوع الثاني اللي هو الكولابريت، وين وين، انا عايز اكسب واكسب العميل اللي قدامي، لان العلاقه بيه مهمه جدا جدا، وفي نفس الوقت التاسك بالنسبه لي مهم جدا. النوع الثالث وده مهم قوي، خلي بالك، ان انا هروح اكوموديت. يعني ايه تاكوموديت؟ يعني رايح اخسر التفاوض، يعني انا رايح كل اللي هطلبه العميل هديهوله. وده بعمله في حاله ايه؟ علاقتي بالعميل اكبر 100 مره من التاسك اللي انا عايزه. هو بيتفاوض على حاجه بالنسبه له هو مهمه، بالنسبه لي انا كلام فاضي عادي جدا اقدر اعملها، فعلى طول اكوموديت واديها له مقابل العلاقه مقابل البارتنرشيب. فدي استراتيجي اسمها اكوموديت. في حاجه رابعه اسمها افويد، انك تتجنب العميل، ودي بيسموها لوز لوز. ليه؟ لانك اصلا مش هتدخل تتفاوض. طب ليه مش هدخل؟ لا العميل مهم ولا التاسك اللي انا رايح له مهم، والوضع اللي انا فيه احسن ما اتفاوض اصلا، وفي نفس الوقت انا لا عندي معلومات كافيه عن العميل ومحتاج وقت، او في مرحله نزاع كبيره فانا محتاج الامور تهدى شويه. فالستايل الافويدنج ده برضه ستايل مهم جدا. انت لما بتيجي تلعبه بتلعبه امتى؟ بتلعبه لما يكون ما عندكش معلومات كافيه عن الطرف الثاني، فتاجل التفاوض شويه، كمان اسبوع كمان 2، لان مش مصلحتك دلوقتي دخول التفاوض. يبقى انا قلت لك كده 4 انواع. والنوع الخامس اللي هو كومبرومايز. يعني ايه كومبرومايز؟ لا انا هكسب كل حاجه ولا انت هتكسب كل حاجه، لا انت تطلع ساتسفايد ولا انا اطلع ساتسفايد، وده اسمه بارشال وين بارشال لوز. يعني انت تكسب لك حته وتخسر حته، وهو يكسب حته ويخسر حته هو كمان. ده الستايل الخامس اللي كان مجننكم في الفيديو بتاع ال 200 جنيه لو تفتكروا. فانا قلت لك في الفيديو ده حاجتين مهمين جدا، ازاي تحط هدف مظبوط للتفاوض، وازاي تختار استراتيجي متناسبه مع العميل بتاعك علشان تعرف هتتفاوض ازاي. كده احنا قلنا معظم الحاجات اللي فيها بريباريشن وتحضير للتفاوض، واستنوا بقى الفيديوهات بقى عشان هناخد نصايح مهمه جدا وانت بتتفاوض مع العميل نفسه. واشوفكم دايما على خير.